ايه الحاجات اللي تخلي جوزي يحبني وما يستغناش عني وما ينزلش يقعد على القهوة؟ تعالوا نشوف. انا فريدة مع برنامج مع فريدة، وربنا يهدي سرك. كتير من الستات كانت بتحلم بحياة زوجية سعيدة، بتتجوز عشان تبقى مبسوطة، بتتجوز عشان تلاقي راجل يحتويها، راجل يحبها، راجل يعيش معاها ويعيشوا الحياة الوردي اللي بتحلم بيها اي بنت. فجأة بتلاقي نفسها اتحشرت جوه علاقة زوجية مش عارفة اولها من اخرها، بيت وولاد وكآبة وترويق وزوج بينكد عليها، حاجات كتير قوي هي كانت في غنى عنها او ما كانتش اصلا في دماغها. بس خلينا نشوف ازاي نصلح الحاجات ديت. كل الحاجات ديت بتخلي الزوج هو كمان يتضايق من البيت، فبيضطر يهرب منه وينزل على القهوة. احنا هنا عايزين نوضح او نشرح او نصلح الخطأ اللي حصل، ونخلي زوجنا قاعد في بيتنا ما ينزلش على القهوة ولا ينزل يقعد مع صحابه، يمسك في البيت ويمسك فيكي وما يبقاش عايز ينزل من البيت. خلينا نمشي بمبدأ اللي يبدأ بالمعروف. لو انت اللي بتشوفي الحلقة ابدأ انت بالمعروف، ولو انت اللي بتشوفي الحلقة ابدأي انت بالمعروف. خلونا الاول ناخد بالاسباب. جدتي كانت بتقول لمامتي، ومامتي كانت بتقول لي امسحي الشقة كل يوم بمية وملح، وبخري كل يوم جمعة، وغيري كل اسبوع في ترتيب البيت، حطي الانتريه مطرح السفرة والسفرة مطرح الانتريه، غيري الجو، طلعي الطاقة السلبية من البيت وارميها بره، والشياطين والحاجات دي. احنا خلينا ناخد بالاسباب، اعتبريها اول خطوة يا ستي في التغيير، ومش هتعمل حاجة وحشة، بالعكس البخور وتغيير البيت وترويقه ومسح التراب كل دوت بيغير الطاقة السلبية في البيت. ابدأي بعمل كنترول للولاد. ليه؟ علشان يبقى عندك مساحة من الوقت انك تهتمي بنفسك، انك تهتمي بشعرك، انك تهتمي بنظافتك الشخصية. طب ازاي هنعمل الكنترول للولاد؟ اول حاجة ان هم يناموا في ميعاد محدد، ان الطفل او الولاد في البيت يناموا في وقت معين ومحدد وثابت كل يوم. ده هيعمل لك، هيغير حياتك اصلا. اول حاجة ان الولاد هيبقى نموهم افضل وحياتهم افضل ومذاكرتهم، كل الكلام ده بالنسبة للولاد ده شيء كويس. انما بقى بالنسبة ليكي انت وزوجك، هيدي مساحة ليكي. لو الولاد بيناموا الساعة 8 الساعة 9 ده وقت معين بيناموا فيه، هيدي مساحة ليكي ولزوجك انك انت تقعدي معاه، تلبسي حاجة حلوة، البيت يبقى نظيف ومتروق، هو يحس ان انت بقيتي بتاعته هو وبس في الوقت ده. انت طول النهار بتروقي وبتعملي الهوم وورك وعايشة حياة الزوجة 100%. بس هو مش عايز زوجة بس، هو عايز زوجة وعايز عشيقة. فالوقت المعين اللي الولاد هيناموا فيه انت هتبقي بتاعته هو بس. هو هيحس بالتغيير، هيحس في الوقت ده ان هو فعلا عايز يقعد معاكي. ما هو مش معقول، وما تحاوليش تقنعيني ان في زوج في الدنيا هيلاقي مراته البيت هادي والولاد نايمين والبيت متروق وقاعد مع مراته لابسه حلو وقاعدين قاعده لطيفه ويقول لك انا هنزل اقعد مع اصحابي على القهوه. كمان من اساسيات الكنترول على الاطفال انك تخصصي مكان معين، اوضتهم، الليفينج، اي مكان في الشقه للعب، ما يخرجوش بالعابهم بره المكان ده. لان في اي وقت الزوج حب يتحرك في الشقه، حب يجي بدري من الشغل، اي وقت ما يلاقيش البيت مكركب ومليان لعب والولاد منتشرين في الشقه كلها، بيأثر على نفسيته، بيكره، مش ولاده وانتي مراته وده بيته، بس بيكره ان هو يدخله بسبب الكركبه والصوت العالي وهات يا واد امسك يا بت وشيل يا عيال. كل ده بيأثر على نفسيه الراجل بالسلب. احنا عايزينه يحب البيت. انتي باللي انتي بتعمليه ده كله بتكرهيه في البيت. اقعدي مع نفسك وافتكري ايام الخطوبه، كان بيحبك تلبسي ايه؟ كان بيحبك بتسرحي شعرك ازاي؟ كنت انتي وهو بتحلموا قد ايه بالاطفال اللي هي بقت النقطة السوداء اللي في حياتكم الزوجية وفي علاقتكم الطيبة مع بعض. انتي لو فكرتي وقعدتي مع نفسك هتلاقي اكتر حاجة بتنغص عيشتك انتي وزوجك هو عدم عمل الكنترول مع الاطفال. احنا اتكلمنا في النقطة دي خلاص ومش هنرجع لها تاني. خلينا نتكلم في اللي كنتي بتحلمي بيه انتي وهو ايام الخطوبة. افتكري انتي وهو كنتي بتتكلموا في ايه؟ ايه اللي بتحبيه وايه اللي هو بيحبه؟
بيحبك تسرحي شعرك ازاي، بتحبي تلبسي اي ستايل، بيحبك تقعدي في البيت ازاي. اقعدي مع نفسك ساعة وافتكري الراجل ده اتجوزك ليه، ايه اسبابه اللي اقنع بيها نفسه ان هو يتجوزك انتي بالذات، وايه الاسباب، وليه الاسباب دي اختلفت وبقت هي برضو نفس الاسباب اللي خلته يهج من البيت ويهرب وينزل اول ما يصحى من النوم بعد الغداء يجري على القهوة او يجري يقابل اصحابه، ومش راضي يقعد معاكي، مش عايز يحس بيكي، مش عايز يحس بأنوثتك. طب خلونا نبدأها واحدة واحدة. فيها ايه لو هو راجع من الشغل وانت عارفة ميعاد رجوعه، ما تخشي تاخدي شاور جميل وتلبسي حاجة حلوة مناسبة للبيت او للفترة ديت فترة الغداء، حطي برفان، غيري شكلك، لو شعرك عاملاه كحكة ارفعيه سيبيه، غيري شكلك وحطي برفان وحطي الاكل واتغدوا. وما يجراش حاجة يا ستي وانت على الاكل اديله لقمتين في بقه، طبعا انت اصلا اول ما هتعملي كده الراجل هو هيتصدم بعد 10 سنين جواز مثلا، فجأة لقيتيه بتاكليه في بقه، سيبيه ياخد الصدمة للاخر. المهم ان انت تكملي التغيير اللي انت قررتي تعمليه. بعد الغدا شيلي الغدا، اقفي في المطبخ شوية، اغسلي المواعين وروقي المطبخ عقبال ما يقعد مع اولاده شوية، واعملي كوبايتين شاي حلوين وتعالي اشربيهم جنبه، وبعد كده قولي له ادخل نام لك ساعتين ولما تصحى يكون الولاد ناموا. ما خلاص، ما هو اخد خلاص فترة الابوة بتاعته اللي هي بعد الغدا، هو اصلا مش محتاج غيرها، هو مش محتاج غير النص ساعة اللي بعد الغدا اللي هو يشوف فيها اولاده. هو ما بيحبش الابوة اللي عشان النص ساعة دي، ما تقعدليش الولاد طول النهار في وشه كركبة وزعيق وشتيمة وضرب في بعض. مش بيكرهوا في نفسه بس، ده بيكرهوا في البيت وفيكي وفي كل الدنيا. قبل بابا ما يصحى من النوم بنص ساعة نلم الولاد، ادخلوا اوضتكم ولموا لعابكم وجهزوا للنوم. هيقوم من النوم هياخد شاور، الولاد هيقولوا له بنيم تصبح على خير يا بابا، هيخش يناموا، انت خشي خدي شاور، البسي بقى حاجه حلوه، حاجه من اللي انت هو ايه كان بيحلم بيها زمان، او حاجه كده من اللي انت كنتي بتلبسها له اول سنه زواج، حاجات اللي الراجل بيحب يشوف مراته فيها. اعملي كوبايتين شاي وقولي له تعالى نتفرج على فيلم في التلفزيون سوا، تعالى نشوف فيلم يوتيوب سوا، تعالى نتفرج على ماتش كوره سوا. هيقول لك اصل انا عايز انزل على القهوه، اصل انا بحب اشيش، قولي له هات شيشه في البيت. ولو هو بيحب الست المدخنه دخني معاه، لو بيشرب سجاير ولعي له السجاره واديها له. لو بيقول لك انا بنزل عشان العب طاوله ولا العب دومينو، قولي له هات وعلمني وهلعب معاك. لو بيحب ماتشات الكوره اقعدي وشجعي فريقه حتى لو مالكيش في الكوره، هو عايز يحس بالود. هو بينزل على القهوه عشان يروق دماغه من اللي بيحصل في البيت. طب انت بقى خليكي ست ذكيه وروقي له دماغه في البيت. لا طب انا بنزل على القهوه عشان اشوف اصحابي، خلاص احنا نخلي يوم في الاسبوع يبقى انزل شوف اصحابك، ده بس عشان الود والمعروف. طب انا بنزل على القهوه عشان بشيش، لا هات شيشه في البيت وهعملها لك بنفسي لما الولاد يناموا وهقعد اشيش معاك. هات دومينو او شطرنج في البيت وانا هلعب معاك. حاولي تقفلي له، بس وانتي بتقفلي له عدم نزوله من البيت خليكي ذكيه. ما انتي ما تقفلوش الدنيا ويقعد في البيت يلاقي جنبه جعفر، يلاقيكي بالثوم والبصل بتاعك، يلاقيكي بالجلابيه ام كمام مطوله للارض ولا لابسه له الاسدال طول النهار، يلاقي شعرك معمول كحكه ولا معمول قرطه طول النهار. انت كده يا ماما، ما انت هتحبسيه في البيت هينط من الشباك، هو يقول لك الانتحار ودخول النار احسن، ما هو انا كده كده قاعد في النار. لما تحبي تقفلي عليه وتقعديه في البيت خليه هو يختار بمزاجه. ما هو مش معقول هيلاقيكي لابسه حاجه حلوه ويقول لك انا هنزل اقعد مع صاحبي، مش هيلاقي ريحتك حلوه، مش هيلاقيكي بتلعبي معاه، مش هيلاقيكي بتتفرجي معاه ويقول لك لا انا هنزل اقعد على القهوه مع اصحابي. في حاجه كمان مهمه، هو بينزل مع اصحابه كمان ليه؟ بيحب يضحك، بيحب يهزر، عنده مشكله في الشغل عايز يحكيها لهم، عايز ياخد رايهم. في الحته دي خليكي ذكيه، اقعدي معاه وانتوا بتشربوا الشاي تتفرجوا على حاجه في التلفزيون، قولي له بذكاء هو انت عملت ايه النهارده في الشغل، مش بطريقه
مش بطريقه السؤال والاجابه ان انت عايزه تطلعي منه هو عمل ايه في الشغل. لا، ما تحسسوش ان انت عايزه تعرفي عنه، لا، حسسيه ان انت عايزه تطمني عليه. انت عملت ايه في الشغل؟ هو سؤال بوجهين، هو انت عملت ايه في الشغل؟ دي معناتها هو يخاف يكش، ايه ده، هو انا عملت حاجه غلط؟ لا خلاص انا مش هقول، انا تمام كويس وكل حاجه كويسه. انما لما تقولي هو انت عملت ايه النهارده في الشغل؟ ايه الاخبار؟ يحس بالطمأنينه، يحس ان انت عايزه تسالي عليه وتطمني عليه. يبقى احنا قلنا اول حاجه انك تعملي كنترول لاولادك في البيت، وتاني حاجه انك تفتكري ايام الخطوبه واللي كان بيحصل فيها وتحاولي تسترجعي اللي كان بيتمناه فيكي قبل ما يتجوزك وضاع مع الزمن. تالت حاجه اللبس والدلع، لبستي كويس وقعدتي معاه في الساعتين 3 اللي بعد الولاد ما ناموا فيهم، بلاش بقى تتكلمي معاه وتاخدي وتدي في الكلام كده على انك جعفر. بلاش الشخط والصوت العالي والكلام بطريقه تحسسيه ان هو شغال عندك مش ان هو زوجك. فيها ايه لما كل كلامك تقولي له يا حبيبي، هات يا بابا، هات يا حبيبي معاك وانت جاي، ممكن يا حبيبي لو سمحت تجيبي هي كلمه حبيبي دي هتنقص من لسانك حته؟ هو الكلام الحلو عليه كنترول، بتدفعي عليه فلوس اخر الشهر، ما تقولي له يا حبيبي، قولي له يا بيبي، قولي له يا بابا، حتى لو هتقولي له باسمه. بلاش يا محمد هات معاك ليه يا ماما؟ ما تجيب لو سمحت يا محمد هات معاك كذا. الصوت الهادي في الست والكلام بطريقه هاديه ورقيقه ده بيشد الراجل ايا كان. انت عارفه انت حتى اصلا لو بتتخانقوا مع بعض وانت صوتك معليش عليه او ما شخطتيش او ما اتكلمتيش بطريقه جعفر، الموضوع هيهدى وهيتلم اسرع مما انت تعلي صوتك عليه، او في وسط الخناقه الشخط والنطر وتجيبي له من القديم وتجيبي له من الجديد وصوتك العالي هتخلي الدنيا تولع. كل ما الست كان صوتها هادي وبتتكلم بدلع مع جوزها بتشده ليها اكتر. انت مش واحد صاحبه بيكلمه، انت مراته اللي المفروض هو متجوز واحده عشان تدلعه، تلبس له حاجه حلوه، تكلمه بدلع. خلي دايما لبسك بعد الولاد ما يناموا غير لبسك طول النهار. اللانجر الجميل، شبشب بكعب، البسي له خلخال، حطي له مونيكير، اعملي مكياج، خليكي طول النهار امينه، اللي هي الست اللي بتروق وخايفه على اولادها وبتعمل الامور وبتطبخ، وبالليل زبيده. رابع حاجه لو قال لك انا نازل وخلاص الدنيا اتزنقت ان هو ينزل بقى خلاص، يعني حاجه مهمه ينزل فيها، قولي له هاجي معاك. طب انا نازل رايح فرح انا جايه معاه. طب انا رايح عزق، طب انا جايه معاك. طب انا عندي اجتماع مهم مع رؤسائي وهنعمل، قولي له طب انا هاجي معاك واقعد في العربيه. الزقي فيه اي مكان يروحوا بعد الشغل، الزقي فيه. اصلا هيجي في وقت هيقولك طب انا مش نازل انا قاعد، قولي له وانا كمان قاعده. اسمعي كلامي وامشي على خطواتي، اتحداكي ما يخلصش شغله ويجي جري على البيت، اتحداكي انه ينزل يقعد على القهوه ولا يقابل حد من اصحابه. اهم حاجه اتحداكي انه يبص لواحده تانيه او يبص لغيرك، مادام انتي مليتي عينه ومليتي قلبه. جوزك خليكي معاه صاحبه وعشيقه وشريكه حياه، ما تتعامليش معاه على انه قرش براني هيلف يلف ويرجع لك. خلي بينكم المعروف، والاقربون اولى بالمعروف، وهو اولى من غيره. ومع فريده ربنا يهدي سرك.